الجزائر بلد المليون شهيد، وهم يقولون 1.5 مليون. أنا مزحت معهم، قلت في الابتدائي درسنا من نص مليون، ثم في الثانوي 1 مليون، ويوم جيت عندكم انه 1.5 مليون. قلت حي وانعم واكرم. الجزائري باختصار، الانسان الجزائري كريم صريح شجاع صادق. حي الجزائر واخطف في نواديها وابعث لها الشوق باديها قاصيها ودانيها. أرض البطولات حي الله مقدمكم كتائب البغي قد جزوا نواصيها. الله في وقفات لا تنسى. أنا بكيت في الجزائر 3 مرات سالت دموعي. مرة ما اللي يبكي عند النشيد الوطني يوم انشد، أنا شاعر أنشد النشيد الوطني، قال لي الدكتور في جامعة عبد القادر في قسنطينة، قال ترى هذا النشيد الوطني نشيدنا كتبه اسمه مفدى زكريا شاعر جزائري قتل في الزنزانة، قتل الفرنسيين، كتب القصيدة بدمه. يقول قسم النشيد من الآن افتح عليه، ترى أقوى نشيد يمكن في العرب هذا النشيد الجزائري. يقول قسما باللامعات الناسفات والرياح مدري والجبال النائفات الشامخات والبروق اللامعات مدري ايش. ثم يقول إذا يقول فيها أنا ماني بحافظ، يقول يا فرنسا قد دنا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب. يا فرنسا قد دنا وقت الحساب فاستعدي وخذي منا الجواب. الله شيء مذهل. أنا لما سمعت وأنا شاعر سالت دموعي. قاموا المشايخ قاموا الجزائريين عشان السلام هم العادي قدامنا ألوف، حتى في الاستاد الرياضي نقلوا المحاضرة في الاستاد الرياضي في الجزائر. فأنا قلت المشايخ قوموا، قال واحد من المشايخ كيف نقوم عشان ايش؟ قلت قاموا الجزائريين الحين هذول أبناء الشهداء، هذه عمه شهيد وهذا أبوه شهيد وخاله وعمه، فقمنا كلنا. هذه مسألة. الثانية رأيت عجوز جزائرية في عنابة يمكن عمرها 80، أتت بلباسها وحجابها ومسجل وتكتب بالدفاتر، ويوم خرجنا تقول ادعوا لي، وحضرت المحاضرة. هذا موقف. الثالث لما ودعناهم صراحة وأخذوا يقولون شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، وهذا عبد الحميد بن باديس الأمازيغي الصادق العالم الكبير في عالمهم عبد الحميد بن باديس. شوف أمازيغي ويقول شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، فهم لا يميزون، لا كلهم أهلا وسهلا أمازيغي عربي، لكن وقفاتهم قوية. هنا في مسألة في الجزائر شيء، وهي أنه سبحان الله بلد في الطبيعة ساحر خلاب آسر. يا سلام. مضينا في البر مع الشيخ محسن إلى قالمة، هذه قالمة ولاها خضراء هواري ممدن منها. أنا صرت مرة في لقاء في القرى قلت قتمالة هذه دولة في جنوب أمريكا وأنا أقصد قالمة. البر يقولون البابا هذاك اللي في الفاتيكان يرسل للبر في الجزائري، والكبش الجزائري عجيب له طريقة في صليه وفي شويه، وبغينا نجي السنة. وعندهم الدقلة الجزائرية تمر آخر. إنما على كل حال أخبار أنا وجدت الإسلام يجري في دماء الجزائريين، لا إله إلا الله، ليس عندهم خيار، ما يغرك أي كلام، خيارهم هو الإسلام. يا سلام. فحيوا معي الجزائر، بارك الله فيكم. طيب نروح